صباح الفل يا شبابنا، عاملين ايه؟ الفيديو ده هيبقى مختلف عن الفيديوهات اللي احنا على طول متعودين ننزلها هنا في القناه. الفيديو ده عن طريقه تفكير البشر. نتكلم عن الفيديوهين اللي نزلناهم عن فرص العمل. اولا كده عشان تبقوا عارفين، مش انا صاحب الشغل او مش انا اللي بطلب الناس تيجي تشتغل معايا. تاني حاجه لازم برضو تبقوا عارفينها، انا مش باخد فلوس من الناس اللي بتطلب مني مثلا ان انا انزل اعلان هم محتاجين حد يشتغل معاهم. انا عامل الفيديوهات دي بلا مقابل، يعني انا مش باخد فلوس وما بعملش اعلان لحد. حتى لو خدتوا بالكم انا ما قلتش حتى اسم المكان اللي بيطلب ناس تشتغل معاه. الناس اللي كانت فعلا بتدور على شغل كانت بتبعت لي رسائل على الخاص، وانا كنت اديها العنوان وهم كانوا يروحوا يقابلوا صاحب الشغل، لكن ما كانش اعلان ولا حاجه، بدليل ان انا ما قلتش اسم المكان اللي محتاج ناس تشتغل معاه. اول حاجه مش انا صاحب الشغل ومش انا اللي بطلب الناس تيجي تشتغل معايا. تاني حاجه انا مش بستفاد ولا باخد حاجه من صاحب الشغل ولا باخد نسبه من الشخص اللي راح يشتغل عن طريق القناه هنا. يعني انا اللي كل انا بعمله، انت بتتواصل معايا على الخاص زي ما بقول في كل فيديو، ببعت لك العنوان واقول لك روح انت اتفق مع صاحب الشغل. انا ماليش دعوه، انا ولا مستفيد من صاحب الشغل ولا مستفيد من اللي هيشتغل. احنا بس كل اللي بنحاول نعمله ان احنا بنحاول نساعد الناس اللي مش لاقيه شغل خالص. ثالث نقطه معروفه جدا، ان ناس كتير عرب ومصريين الشغل معاهم وحش جدا، لا مرتبات كويسه ولا بيشغلوك بورق ولا اجازات. انا مش بقول كل العرب والمصريين، انا بقول بعض العرب والمصريين الشغل معاهم سيء جدا. حتى الشباب المصري اللي شغال هنا بيشتكي ان صاحب الشغل ما بيدفعلوش ومش عارف بيعمل ايه وبيقلل في المرتب وبيقعدوا عدد ساعات اكتر. ده طبعا خلاف عن شغل الطلاينه. شغل الطلاينه شغل نظيف، شغل محترم، ليك مرتب وليك اجازه، في مواعيد بتحترمها. النقطه الرابعه، ناس كتير في الكومنتات بتخش تهاجم ايه المرتبات دي، انتوا عايزين تشغلوا عبيد، انتوا بتحسبوها له بالمصري. وطبعا كل الكومنتات دي كلكم تقدروا تبصوا عليها لان الكومنتات مفتوحه وكلكم تقدروا تبصوا عليها. الناس اللي بتكتب كومنتات سلبيه، انا متفق معاك ان عدد الساعات الشغل كتيره والمرتبات ميته، ولكن انت ممكن يبقى ربنا كرمك. يعني انت ممكن يبقى ربنا كرمك وجيت لقيت شغل واشتغلت في شركه واتسجلت وامورك ماشيه طيبه. في غيرك مش لاقي حاجه. عندكم مثلا الشاب المصري اللي توفى، مش فاكر كان من سنه ولا ايه، في بولزانو، اللي ما كانش لاقي ولا شغل ولا سكن وكان نايم في الشارع ومن كتر السقعه مات. كان الشتاء اللي فات تقريبا. الشاب ده ما كانش فيه شغل وما كانش فيه اي حاجه دخل ليه ان هو يقدر يقعد في سكن. فالراجل ده كان هيعيش ازاي؟ كان هيعيش منين؟ كان هيسكن ازاي؟ يعني ما تفكرش في نفسك، ما تفكرش ان مثلا الشغل مثلا اللي بيجي عن طريق ان هو مثلا سيء. ما تفكرش في كده، فكر ان في غيرك مش لاقي اي حاجه خالص. يعني انت بتكتب كومنت، واحد يقول لك ما تعملش حسابي، انت فاهم؟ واحد مثلا يقول لك هو هيحسبها له بالمصري. في واحد ممكن يبقى لسه جاي من مصر لا لاقي شغل ولا لاقي حد يشغله ولا معاه ورق ولا في اي حاجه، هيعمل ايه؟ ما هو ده جاي عشان ياكل عيش. ليه مثلا ما تفكرش ان الشخص ده ممكن ياخد الشغلانه دي كخطوه ان هو بس يظبط وضعه، يقدر يقعد في سكن بدل ما يموت في الثلج بالليل والسقعه بالليل في الشارع وينام في الشارع زي طبعا الناس اللي عايشين في ميلانو. روح بص كده عند محطه شنترالي هتلاقيهم نايمين الشباب المصري ومتغطي ببطانيه. ففكر في الناس اللي مفيش شغل ومفيش دخل داخل لها عشان تقدر حتى تقعد في سكن. يعني مش معاه فلوس انه مثلا يدفع ثمن سكن، ومش هيعيش لوحده، ده هيعيش مع جيش من البشر. ولكن فكر في الانسان ده، الانسان ده مش لاقي حاجه خالص. ده ممكن يعمل ايه؟ هل ده مثلا هنستنى مثلا ان حضرتك تتكرم علينا تقول لنا مثلا انا عندي فرصه وهيقبض ارقام كبيره وهيشتغل واموره هتبقى تمام؟ لو انت عندك الفرصه دي ماشي ابعت لنا. فانت ما تفكرش في نفسك، ما تفكرش ان انت مرتبك ممكن يبقى كويس وبتعيش وبتاكل وبتشرب، ما تفكرش ان انت قاعد في سكن، ما تفكرش في الكلام ده كله، ما تفكرش ان انت مثلا بتخلص الساعه 5 ولا الساعه 6 وبتروح بيتك. في غيرك ما فيش خالص، ولا لاقي شغل ولا لاقي سكن ولا لاقي حتى اليورو يروح يجيب بيه رغيف عيش. يعني ناس كتير عندنا بياخدوا كل حاجه بمبدا الهزار والتريقه، ان انت بتقعد تتريق ايه يا عم الشغل ده، ايه يا عم الكلام ده كله. ليه مثلا انت ما تحطش في دماغك ان غيرك مش لاقي الفرصه اللي انت لقيتها، او ان ربنا لسه ما كرموش زي ما ربنا ما كرمك؟ يعني ليه ما تفكرش في كده؟ ليه مثلا ما تحاولش مثلا انك تساعد غيرك؟ ودي ميزه جميله طبعا فينا هنا كلنا، ان ما حدش بيحب يساعد حد من الاخر. يعني الناس هنا ما حدش بيحب يساعد حد، غير فئه قليله جدا هي اللي بتساعد. فبعد اذنكم سيبوكم من الكومنتات السلبيه. يعني ممكن تكتب كومنت تدعي للناس ان ربنا يرزقها، تحاول مثلا تلاقي فرصه وتعرفنا، فنقول مثلا يا شباب في اخ معانا هنا في القناه بيقول ان هو محتاج حد يشتغل معاه بمرتب كذا وعدد ساعات شغل كذا. لكن ما تقعدش تقول ده مش عارف ده ايه وهيديله بالجنيه المصري والحاجات دي كلها. فسيبوكم من التريقه بعد اذنكم، وفكروا ان في ناس مش لاقي اي حاجه خالص وفي ناس لسه نايمه في الشوارع. فبعد اذنكم بلاش الاستهتار بالكومنتات والكلام اللي يهبط من معنويات الناس. مثلا ما تحطش في دماغك ان الشخص ده ممكن يروح الشغلانه البسيطه اللي مرتبها ضعيف وعدد ساعات شغل كتير، وتكون هي الشغلانه دي السلمه اللي هتعرفه على حد تاني يلاقي شغل افضل، مرتب افضل، عدد ساعات شغل اقل شويه من اللي هو فيها،
فليه ما تفكرش التفكير الايجابي ده؟ ليه ما تحطش في دماغك ان دي السلمه اللي ممكن ربنا عن طريق السلمه دي ربنا يكرم الشخص المجتهد ده؟ بقى نسيبنا من التريقه. وطبعا ناس كتير مش هتصدق وتقول ومين هيوافق بالمرتبات دي؟ انا هنزل لكم بعض من الرسائل اللي جات لي على الخاص. ناس كتير جدا مش لاقيه شغل خالص، وناس بتطلب شغل وتقول انا مش لاقي شغل خالص وعايز اشتغل اي شغلانه لحد ما يبتدي يقف على رجله. طبعا مش هينفع انزل صوره الشخص ولا اسمه، انا هنزل بعض الرسائل اللي الناس كاتباها لي على الخاص وبيطلبوا فيها الشغل اللي كلكم او اغلبكم بيستهتر بيه وبيستهين بيه. اشوفكم على خير، سلام.